ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى هنعمل مع بعض الحمام الكداب. اكله سهله جدا وجميله، ولو شفتوا الطريقه بتاعتي ان شاء الله هتعملوا بالطريقه دي على طول، مش هتغيروها ابدا. اول حاجه هنعملها هنجيب الوراك من عند الفرارجي ونخليها يخليها. قولي له اخليها حمام كداب. تمام كده، بتجيبيها بتغسليها كويس، وزي ما انتم شايفين بنجيب بصل ونقطعه صغير ونحط عليه ندعكه بالملح والفلفل. وطبعا يبقى غسيل الوراك قدامنا كده، ده شكلها اهو. بعد ما بايه ما بتاع الفراخ بيخليها، انا مش بخليها انا، يعني انت ما تفكريش تخليها ويخليها لك اسهل. بيبقى ده الشكل بتاعها. هنجيب بقى البصل بتاعنا اللي احنا تبلناه بالملح والفلفل، هي دي اسهل تتبيله. في بقى بيحطوا طماطم وحاجات زي كده، لا انا اقول لك اسهل تتبيله وازاي يبقى طالع طعم جدا. دي الوراك كلها اللي انا جبتها. هنبدا بقى نحط عليها البصل كده من جوه، يعني البصل ده برضه هيفضل عليها واحنا حتى واحنا بنحشيها. ونعينها بقى في التلاجة من ساعتين مثلا ل5 ساعات، ممكن تعمليها من بالليل للصبح. والبصل ده برضه انا حاطه له شويه خل عشان يساعد في ايه، في تسويه البوراك معانا بسرعه. يعني بتحطي ملح وفلفل وشويه خل وتدعكيه، وتعمليه بقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. كده تمام. وهنعينه بقى في التلاجة من ساعتين، زي ما قلت لك اقل حاجه ساعتين، لحد ممكن تحطيه يوم كامل. انا غطيته بالاسترتش وحطيته في التلاجة. هنبدا بقى نعمل ايه الحشوه اللي هنحشي بيها الحمام الكداب او الوراك دي. ونفس الحشوه دي لو انت جايبه فرخه كامله ممكن تحشي بيها فرخه كامله، مش يعني مش وراك بس. هنجيب بقى بصلتين كده او 3 كبار حلوين ونفرمهم زي ما انتم شايفينهم كده، ونحطها على البوتاجاز لحد ما تدبل، بس مش تحمر، تدبل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ومعايا بقى كبد وقوانص. انا جبت للست وراك دول حوالي نص كيلو كبد وقوانص. طبعا عمل الرز اللي حشاه والرز اللي هنحطه تحت منه كمان. حطينا الكبد والقوانص وحطيت عليها ملح وفلفل وبهارات فراخ بس. ملح وفلفل وبهارات فراخ. وهنقلبهم ونسيبهم على النار شويه. معايا بقى هنا كوبايتين رز غسلهم كويس. اول ما ايه الكبد والقوانص تاخد وتدي مع بعضها مع البصل، هنبدا نحط ايه كوبايتين الرز بتوعنا، ونقلبهم بقى كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. كله بقى في قلب بعضه. انت عارفه انك انت ممكن لو الرز ده، لو انت في يوم ما عندكيش اكل وعندك رز وكبد وقوانص بس، تعمليه بجد تحفه، طعمه جميل جدا جدا. ومعنا بقى شويه، لو ما عندكيش شوربه انا غليت ميه وشويه ميه مغليه وتحطيهم عليه لحد ما يتشرب ويستوي نص سوا. انا هسويه نص سوا في الاول، بعد ما احشي الوراك هكمل سوا عادي. يعني هاخد منه شويه الحشو الوراك وبعد كده اسيبه يكمل سواه، عشان ايه انا احطه تحت الوراك. هسيبه بقى كده واغطيه، واول ما يتشرب اوطي عليه. طبعا بقى بعد ما عدت ساعتين بنطلع بقى الوراك بتاعتنا، بنجيبها بالبصل بتاعها بحالها، لان احنا اصلا غاسلين الفراخ ومنضفينها كويس جدا. هنجيبها بقى بالبصل، نحط بقى زي ما قلت لك، هناخد من الرز وهو لسه نص سوا ونسيب بقيه الرز يستوي. هنبدا بقى نحط الايه الرز، خلطه الرز بتاعتنا جوه الوراك كده. طبعا هو في كذا طريقه على النت للحمام الكداب دوت او الوراك المحشيه، بس بجد انت لو جربتي الطريقه دي هتبقى من افضل الطرق اللي ممكن ايه تاكليها بيها. طعمها حلو جدا بصراحه. وبعدين بقى نعمل ايه، هتشوفي دلوقتي انا اعمله ازاي. مش هتلفيه في الاسترتش رول ولا تحطي له ورق الومنيوم ولا الكلام ده كله، ولا كمان هنسلقه. يعني من غير سليق ومن غير اي حاجه، هتشوفي الطريقه بجد طريقه سهله قوي قوي. يعني انا جايبه لك بالراحه عشان تشوفي ايه التفاصيل بالظبط. نبدا بقى نقفل الورك كده بعد ما حطينا الرز اهو. هنجيب بقى خله، لو عندك خله صغيره بتعملي باتنين، اللي هي الخله، او اللي هي بيقولوا اللي هي اسمها سلكه السنين. او انا دولت عصيان شيش طاووق، بقسم العصايه نصين واعملها. نبدا بقى نقفل بالشكل ده. نقفل بحيث ان ما يبقاش فيه رز باين بره خالص.
اهوت. هجيب كمان عصايه تانية. طبعا بعد ما بتستوي بتشيلي الحاجات دي، ما خلاص يعني ما بتبقاش مفتحه ولا اي حاجه. اهو ده شكله بقى قدامنا اهيت، ده الورك الاولاني اهو، ده شكله. ابدا بقى احشي التاني، وكله بنفس الايه، بنفس الطريقه. انا جايبه لكم الطريقه بالتفصيل الممل. كمان الاكله دي من الاكلات السهله، غير انها سهله كمان خفيفه قوي في الحر اللي احنا فيه ده، لان الجو حر جدا. فانت لو حابه تعملي اكله مفيده للاولاد، يعني في يوم كده هتكلفي وتعملي اكله حلوه، فبجد انا بنصحك انك تعملي الاكله دي، اكله خفيفه وجميله. ما انا هعمل بقى الايه، انا جايبه 6 وراك، هعملهم بقى كلهم. زي ما قلت لكم انا جبت كذا واحد، عشان ايه، تبقى اللفه والتفصيل الممل، عشان هي اللفه بتاعته رخمه شويه، عشان توصلي للشكل الاخير ده. ودلوقتي بقى حبايبي اللي لسه مستنيين معايا في الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا تشتركوا فيها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو، لو عجبك بقى شيريه كمان لاصحابك. كده بقى احنا خلصنا كل الوراك اللي معانا، ال6 وراك بتوعنا. هنجيب بقى اكياس حراريه، الاكياس دي بتلاقيها في السوبر ماركت او في الهايبر ماركت، سهل جدا انك تلاقيها. هجيب بقى الكيس الحراري، افتحه كده، والاكياس حجمها وسط، احط بقى شويه بصل كده وشويه جزر تحت، وايه، وارص الوراك. انا دول كيسين، هحط في واحد 3 وفي واحد 2 اهوت. حطيناهم كده ورصيتهم، واجيب بقى اغلي ميه، شويه ميه بتغلي، واحطهم جوه في ايه، في الكيس، عشان يستووا ايه، يساعدوا على السوا بسرعه يعني. الكيس بقى بيبقى معاه الرباط بتاعه، بتربطيه، بتقفليه كويس. طبعا الكيس ده اسهل كتير جدا ما تسلقي وتعملي وتحطيه في حله وتقعدي تلفيه في الاسترتش رول والكلام ده. بتقفليه كويس، بس اهم حاجه اوعي تنسي تخرمي الكيس بسكينه، لازم لازم الحركه دي لازم، لان لو انت ما خرمتيش الكيس هو هيفرقع، ممكن يفرقع منك. فاهم حاجه انك انت تخرميه كذا خرم كتار يعني، عشان يطلع البخار كمان بتاع الميه اللي جوه. طبعا انا حطيت ميه مش كتير، لان كده كده الفراخ والخضار هينزلوا ميه. حطيتهم اهوت. هجيب بقى قالب او صينيه واحط فيهم، واحط في الصينيه برضو من تحت ميه، وادخلهم بقى الفرن. تبع بقى الفرن بتاعك، بياخدوا مثلا ايه حوالي ساعه، من ساعه لساعه وربع، بيطلعوا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. طبعا هو لو محمرش كده جوه الكيس، انت بتروحي قاطعه الكيس وتفتحي عليه الشوايه، وتحطي بقى الرز. الرز بجد طعمه تحفه، والوراك طعمها جميل جدا جدا، بجد جميل قوي. وان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده.